السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة واحسن حال. النهارده ان شاء الله معاكم في يوم جديد وروتين جديد. حط بالك الفيديو، اشتركي معايا لو مش مشتركة، اعمل كلمة اشتراك تحت الفيديو. اهم حاجة ما تنسيش تفعلي جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله من روتينات يومية، روتينات تشجيعية وكمان تجديد وتغيير او تنظيم. وكمان يا بنات بنجدد كده ونغير في البيت يعني بتكلفة كده بسيطة وحاجات، يعني بحاجات كده غير مكلفة يعني. المهم النهارده بقى معانا روتين تشجيعي جدًا، جدًا. تابعوا بقى معايا الفيديو للآخر. لو فيكِ كسل الدنيا ست الكل هتقومي كده إيه، تتنشطي كده وتشجعي معايا، ونكسر بقى الملل اللي بعد العيد أو بعد رمضان. وكمان نقول كده روتين النهارده العودة إلى النشاط. وأنا عارفة إن كلنا بنبقى طالعين من رمضان بيبقى في كده شوية كسل، شوية خمول، بيبقوا كده يعني إيه متابعيننا كده لحد ما اليوم كده بيتضبط ونفضل كده إيه، ونرجع تاني نستعيد نشاطنا يعني وكده. أول حاجة بس كده نفطر عشان معانا النهاردة فيديو تشجيعي، فيديو محفز جدًا، جدًا. وأنا لو ما عملتش كده يبقى يا خسارة تعبي كله اللي أنا عملته قبل العيد يا بنات. ف هنفطر بقى إيه النهاردة، أنا هافطر إيه يعني. عملت كده كوباية شاي بلبن، وكمان حطيت بقى كحك وبسكوت وكام بوتفورة كده، وطبعًا ده كله شغل إيدينا وعاملينه مع بعض. وقد إيه الحاجات طالعة تحفة وجميلة، ويا سلام بقى لما تكوني عاملة حاجة كده شغل إيدِك تطلع مضبوطة، فيا سلام بابقى يا فرحة قلبِك بصراحة. تمام، المهم فطرت بقى والحمد لله. ودخلت بقى اللي هو إيه، رتّبت بس كده السراير، وكمان كان عندي غسيل على الحبل أو على المنشر يعني لمّيته وحطيته كده على السرير. طبعًا هاطبّقه معاكم يعني يا بنات. بس أول حاجة كده إيه، دخلت بقى على طول قُلت بقى أبدأ معاكم الفيديو. هنشغّل بس كده القرآن الكريم. بُصّوا أنا كنت عايزة أشغّل إذاعة القرآن الكريم يعني. باحب أشغّلها كده الصبح كل يوم الصبح شوية، باحس كده ببركة، باحس إن اليوم كده في حاجة مُريحة يعني. ولكن لقيت سورة البقرة شغّالة يعني، فقُلت خلاص أسيبها برضه. هي حلوة جدًا، جدًا طبعًا مُريحة، وكمان بتجلب الرزق كده في البيت، وبتجلب كمان الراحة، وقد إيه بتدّيكِ power وطاقة إيجابية في البيت فظيعة. بس صراحةً أنا سورة البقرة باشغّلها كل 3 أيام في البيت. باشغّلها على الصَب يعني مش باشغّلها على الإيه، على الشاشة يعني أو على التلفزيون. المهم شغّلت بقى الإيه، القرآن الكريم عشان إيه، باحب كده أصطبح كده أو أبدأ يومي بالقرآن الكريم كده في البيت يا بنات، عشان يبقى يومنا كده فيه بركة وربنا كده يبارك لنا في حياتنا يعني. تمام. وجيت بقى على طول قُلت هالِم بقى السجاد كُلّه، كل سجاد الشقة، عشان خاطر أنا تعبت جدًا، جدًا في غسيل السجاد. مش عايزة أقول لكم بقى، يعني أنا لسه لحد دلوقتي حاسة إن دراعتي مهدودة قسمًا بالله من غسيل السجاد، وخاصةً بقى السجادة اللي أنا لميتها دلوقتي حالًا اللي هي بتاعة الإيه، بتاعة الصالة. فكل سنة يعني إيه متعودة بعد العيد بأسبوع على طول خلاص بقى فرشنا فرش العيد، وعيّدنا والدنيا بقت معانا تمام وفرحنا بالعيد. خلاص بقى اشتري بقى السجاد أعينه عشان خاطر هو كلّها شهرين، والعيد الكبير هييجي وهنضطر إن إحنا عايزين نغسل السجاد تاني وبهدلة والكلام ده كلّه. لأ، باحب اللي هو إيه، أخِف على نفسي السجاد. حتى لو غسلت سجاد في العيد الكبير فبتبقى إيه مثلًا سجادة 2، مش يبقى سجاد الشقة كلّه يعني. فأنا متعودة كل يعني بعد العيد الصغير كده، وخاصةً لمّا نكون في الصيف يعني. تمام. مش عارفة بقى لمّا يبقى في أجواء شتوية هاعمل كده والّا لأ صراحةً. باحب ألِم السجاد كلّه. وكمان اللي هو إيه، باحب أعمل لنفسي طقوس كده تكون كتغيير يعني. في الشتا باحب الفرشة كلّها تكون الشقة كلّها تكون مفروشة، وفي الصيف باحب ألِم السجاد كلّه عشان خاطر يعني إيه، يبقى كتغيير نخلّي مثلًا الشقة مفروشة، وفي الصيف نخلّي الشقة كده إيه، على براحة كده، ويكون يعني الفرش فيها كده إيه، بسيط يعني. وكمان يا بنات أنا صراحةً بادوّر على راحتي يعني، اللي هو إيه، كده أحسن وأريح إن أنا أشتري السجاد يعني كده أسهل وأريح. وكمان باحس إن المصالح بتكون بسيطة وسهلة كده. وطبعًا أهم حاجة إن إحنا ندوّر على راحتنا، هو أنضف وأسهل وأحسن بكتير يعني. أنا معاكم إن طبعًا الشقة لمّا بتكون مفروشة بيكون ليها كده إيه، روح تانية كده، وتحس إن في انضباط، تحس إن في صراحةً الشقة مرتبة كده ومتنظمة، والدنيا معاكِ زي الفل ورايقة كده. تمام. ولكن برضه يعني إحنا برضه ندوّر على راحتنا، وزي ما قُلت لكم يعني كتغيير يعني. وحلو أوي يا بنات إن أنتِ كل يوم الصبح تقومي كده إيه، تعملي لنفسِك يعني جدول تمشي عليه طول اليوم. أنا مثلًا النهارده قُمت الحمد لله عندي بواقي أكل، قُلت اللي هو إيه، هاعمل قعدة تدوير، هيبقى عندنا يعني إيه، الغدا جاهز يعني وكده.
وكمان كنت غاسلة بقى إيه امبارح العصر، فقُمت الصبح لمّيت الغسيل فلقيت اليوم النهارده سهل وبسيط، قُلت بقى إيه خلاص بقى اللي هو كل يوم الصبح باقوم صراحةً يعني أعمل لنفسي كده خطة أو جدول أمشي عليه طول اليوم عشان خاطر أكون مرتاحة، ما باعملش كل حاجة في يوم واحد يعني. قُلت خلاص النهارده بما إن اليوم سهل وبسيط ألِم بقى السجاد وأمسك بقى الشقة كلّها كده، أكنسها حلو أمسحها كده المسحة المحترمة، ونحط كمان سجادة كده اللي هو إيه نقعد عليها أو تكون حاجة سهلة وبسيطة كل يوم بقى إيه، أقوم مثلًا أشتلها أنفّضها أو أشفّطها بالمكنسة، وبقية الشقة كل يوم أكنسها كده بالمقَش عادي، أمسحها كده وقد إيه بقى إيه الموضوع بيبقى سهل وبسيط ومريح جدًا، جدًا، جدًا. أنا من النوع صراحةً يا بنات اللي باحب في الصيف أسيب الشقة كلّها من غير أي فرشة، باحط بس كده إيه، حاجات بسيطة، حاجات سهلة، أشتغلها كل يوم الصبح أنفّضها أرجّعها تاني مكانها، أحب كل يوم اللي هو إيه، حتى لو يوم ويوم باحب ألمّع الشقة كلّها، وكمان كنت متحمسة جدًا، جدًا، جدًا إن أنا أسيب بقى الشقة من غير فرشة أو من غير سجاد بعد بقى الدهان الجديد، يعني أول مرّة أو أول صيف يعني هييجي بعد الدهان بقى الجديد، وكمان التجديد والتغيير طبعًا السنة اللي فاتت زي اليومين دول كان لسه بقى الجبس محطوط في قلب في الصالة هنا، وكمان ما كانش الدهان ده خالص، كان دهان بقى إيه، دهانات كتير يعني وكده، ولكن بقى صراحةً لمّا وحّدت اللون بتاع الشقة ما شاء الله لأ ما شاء الله تبارك الله بقت حاجة تانية خالص، وخاصةً بقى لمّا اشتريت السجاد صراحةً حسيتها وسعت أكتر، حسيت بوسع أكتر، حسيت إن الشقة صراحةً منظمة أكتر وهادية ورايقة أكتر يعني. فاللي هو إيه، اشتريت بقى السجاد عشان أحس كده إن الشقة إيه، مُريحة وقد إيه هادية وجميلة جدًا، جدًا. بُصّوا أنا ما فتحتش الشبابيك النهارده، أنا قُمت الصبح عشان أفتحها لقيت بقى إيه، الهوا قايم النهارده صراحةً، والجو ما كانش يومه صراحةً إن أنا أشتري السجاد، بس قُلت خلاص بما إني متحمسة كده فهاشتري السجاد، وعلشان خاطر برضه مش عايزاه اللي هو إيه، أسيبه فترة إن هو يتبهدل تاني، لإن لو سِبته أكتر من كده صراحة يعني هاضطر إن أنا أغسله تاني، هابقى حاسة إن هو اتبهدل، إن هو ما عادش نضيف، فقُلت وعلى إيه هاشتريه بقى وخلاص. المهم يعني ما فتحتش الشبابيك برضه عشان خاطر لمّا يكون الهوا قايم بيدخل بقى إيه دبان بقى وتراب، مش عايزة أقول لكم التراب اليومين دول عشان بقى رياح الخماسين وكده، حاسة إن في تراب من حيث لا نحتسب يعني، فقُلت لأ خلاص مش مهم إن أنا أفتح الشبابيك النهارده يعني، تمام. المهم بقى مسكت الشقة كلها مسحتها كنستها كده الكنسة المحترمة، وجبت بقى إيه الجردل بقى إيه بتاع التسييق ده، وحطيت بقى شوية مَيّة وشوية كلور وانتشرت بقى في الشقة كلها، وكمان زي ما أنتم شايفين كده اشتلت باقي السجاد كمان من الأوض، حتى بتاعة المطبخ كمان اشتلتها، المهم إن أنا إيه مش هاسيب بس غير إيه سجادة واحدة بس كده في الصالة، عشان خاطر زي ما قُلت لكم المصالح كده تكون سهلة وبسيطة، وتكون كده إيه في طقوس مختلفة، وكمان قُلت كتجديد يعني وتغيير اللي هو إيه باحب صراحةً يكون في تجديد وتغيير كده في الحياة، في اليوم، في الروتينات بتاعتنا كلّها، عشان خاطر نكون كاسرين الملل، ما نكونش كل حاجة بنعملها هي كل يوم اللي بنعملها هي في نفس السنة بنعملها، لأ يكون كده إيه برضه كتجديد وتغيير لمّا يكون مثلًا الشقة مفروشة طول الشتا وطول الصيف، يعني سايبينها كده من غير فرش، فبرضه ده بيكون تجديد وتغيير، بيكون حاجة حلوة ولطيفة جدًا، جدًا. تمام. المهم بقى إيه مسكت بقى السجاد كله اشتلته وبرمته كده وهاعينه بقى كله كده في جنب، ومسكت بقى الشقة كلها كنستها وجبت بقى إيه الجردل ومسحت بقى الغرف زي ما انتم شايفين، ودخلت كمان على المطبخ، وكمان هامسح كمان الإيه الreception كل الشقة يعني هامسحها وكده. تمام. طبعًا قُمت الصبح عملت كده لنفسي الجدول إن هاخلّص وهانجز كل الكلام ده النهارده. تمام. عشان لسه معانا كمان الهدوم بقى الشتوي عايزة تتعان، والصيفي عايز يخرج يترص مكانه تاني في الدواليب. بصوا يعني الله يكون في عوننا، ربنا يعيننا جميعا جميعا. بصوا ناس تقولك بقى ايه روتينات رمضان، روتينات العيد، تنظيفات مش عارفة إيه، دي كلها روتينات إحنا بنعملها وحاجات اتعودنا عليها كده يا بنات، أيًا كان أو مهما تكون الشقة نضيفة، روتينات العيد دي لازم، لازم حاجات كده عادات أخدنا عليها، ولكن عايزة أقول لكم لا النضافة بتخلص ولا أي حاجة بتخلص، إحنا ربنا يعيننا ويقوينا جميعًا، جميعًا يا رب العالمين. طبعًا كلنا ستات بيوت شاطرين جدًا، ستات بيوت نضاف جدًا، جدًا، وشايلين مسؤولية أوي وقدها وقدود كمان، ولكن كل واحدة فينا بيبقى إيه جواها كده
يعني عايزة دفعة، عايزة تشجيعة، بتبقى قاعدة مثلًا عايزة حد يشجعها، ممكن تكون قاعدة كسلانة، عايزة حد كده يدّي لها كده دفعة إن هي تقوم، آآ كده يعني، تمام. فطبعًا زي ما قُلت لكم فيديو النهارده كلّه كده نشاط، كلّه كده حماس، لو فيكِ كسل الدنيا ست الكل، أنا متأكدة إن بعد الفيديو ده هتقومي كده تتنشطي وتشجعي، وخاصةً بقى اللي زي شيماء بيحب يشتري السجاد في الصيف، فأنا متأكدة إن هو يقوم يشيل بقى الفرشة كلّها كده ويعينها، وعلى طول يحط كده إيه حاجات سهلة وبسيطة، عشان خاطر برضه يكون كده إيه يومنا سهل وبسيط، ما تكونش فيه حاجات بقى شيل وحط. كفاية علينا طول الشتا قاعدين نشتري الفرشة وننفضها ونشمسها ونحطها لأ تعبنا بجد. فكده طبعًا أريح وأنضف بكتير جدًا، جدًا. مسكت بقى الشقة كلها، مسحتها زي ما أنتم شايفين، جيت بقى هنا على طول قُلت إيه، ألمّع كمان اللي هي إيه الرفين اللي هُم تحت الشاشة على طول، عشان خاطر تكون كل حاجة معايا كده هادية ورايقة ونضيفة وزي الفل. بُصّوا أنا باحب صراحةً كل حاجة في الشقة تكون إيدي فيها أول بأول، يعني لو حسيت إن أي حاجة كده متلحوسة أول بأول باجيب الملمع على طول، وأبدأ إن أنا إيه ألمّعها عشان إيه تكون دايمًا الحتة عندي رايقة ونضيفة ومترتبة، وأكون جاهزة في أي وقت لأي ضيف كده يدخل عليَّ يكون إيه الدنيا عندي هادية ورايقة وزي الفل، ما يكونش مثلًا أنا سِت نضيفة وتعبانة طول اليوم ويعني مش عايزة أي حاجة تكون أي غلط خالص يعني في البيت أو في حياتي، ويدخل بقى كده إيه عليَّ ضيف يتلاقي مثلًا إيه الحتة دي ملحوسة، الحتة دي مطربة، لأ، لأ مش كده خالص، لإن إحنا طبعًا تعبانين وهبطانين ومضيّعين حياتنا وصحتنا، بس طبعًا ده كله في ميزان حسناتنا، وكل ده على فكرة إحنا نؤجر عليه عند الله يعني، لإن دي مسؤولياتنا وإحنا هنتسأل عليها قدّام ربنا. فطبعًا ما حدش يقول كل يوم بنعمل، كل يوم مش عارف إيه، لا يا بنات دي كلها حاجات ومسؤوليات إحنا لازم نكون قدّها وقدود، ولازم كمان نعمل اللي علينا، أو نعمل اللي يرضي ربنا، تمام؟ المهم بقى إيه، مسكت بقى الرفين دول لمّعتهم كده زي ما أنتم شايفين، وحطيت بقى كل حاجة مكانها تاني، طبعًا حاطة فيهم السباتين الورد الكيوت الصغننين دول، باحب صراحةً الحاجات اللي تكون بسيطة دي، أو تكون كده كيوت وصغيرة، ما باحبش الحاجات الكبيرة دي، فاهمينّي؟ باحب على طول تكون إيه، حاجات كده سهلة وبسيطة وتكون كيوتة كده وصغنونة يعني. المهم كمان مسكت بقى الترابيزة لمّعتها ورجّعت بقى المفرش عليها تاني، وحطيت بقى البونبونيرة بتاعة الشوكولاتة عليها، طول ما عندي شوكولاتات وحاجات من دي باحب أحطها يعني إيه تبقى قدّام عينينا كده عشان إيه أو أقدّمها يعني في قدّامنا عشان وإحنا رايحين جايين كده، تبقى الموضوع سهل يعني وكل حاجة تكون قدّامنا يعني. حطيت بقى إيه السجادة زي ما أنتم شايفين كده في نُص الصالة، وكمان قُلت أعطّر بقى الشقة كلّها، ويا سلام بقى على الراحة النفسية، مش عايزة أقول لكم بقى يا بنات قد إيه لمّا تكوني قايمة كده من النوم، تعملي كده مصالحِك وتقعدي كده هادية ورايقة وربنا يعينِك الحمد لله، ربنا يعطينا ويعطيكم الصحة آمين يا رب العالمين. وقد إيه كده أمّا تكوني مسهّلة على نفسِك الأمور، كل يوم كده تعملي حاجة، ما تعمليش كل حاجة مرّة واحدة، عشان برضه ما تجيش على نفسِك، تمام. قد إيه بقى كده بتحسي براحة نفسية ما فيش بعد كده. كنت مبسوطة جدًا، جدًا إن أنا اشتريت السجاد، لإن بقى لي كده كام يوم قاعدة أقول هاشتريه النهارده، هاشتريه بكرة، بس قُلت إيه لمّا يكمّل كده الأسبوع عشان خاطر أنا صراحةً تعبت في فرش العيد، لإن أيامها كنت تعبانة جدًا، جدًا، وحتى أنا ما صوّرتش أيامها الفرش يعني بتاع العيد وأنا إيه، وأنا بافرشه، فقُلت اللي هو إيه هاسيب الشقة إيه، أسبوع حتى ولو، وبعدين ألِم الفرشة كلّها، تمام. هنا بقى جِبت بقى إيه جَبَل الغسيل ده وجَبَل الهدوم ده، قُلت أطبّقه بالمرّة عشان خاطر يكون إيه أنا كده أنجزت وخلّصت يومي على أتمم وجه. ما عادش كده للغدا هاقوم أسخّن طبعًا الأكل يعني، وبعد الغدا طبعًا هاغسل بقى المواعين كده ويكون يومي كده خلص بهدوء وسلام الحمد لله يعني. بُصّوا أنا صراحةً ما باحبش الأكل البيتي يا بنات، ولكن في اليومين دول ما حدش يقول باحب وما باحبش، اللي بيفيض صراحةً باسخّنه وباعمل له إعادة كده تدوير نقعد نتغدى بيه والدنيا زي الفل، الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة. بس أنا يعني كشيماء باحب اللي هو إيه أطبخ اليوم بيومه، يعني إيه حاجات تبقى بسيطة كده، ما احبش اللي هو إيه أبقي مني أكل، ممكن لو الأكل هيبقى كتير علينا باقسمه على يومين يعني فاهمينّي، أطبخ النهارده طازة وأقوم تاني يوم أطبخه برضه نفس الأكل بس يكون طازة يعني.
هنا طبعًا بعد ما طبّقت بقى الهدوم والدنيا بقت عندي زي الفل، جولة سريعة بعد طبعًا ما اشتلت السجاد، والدنيا عندي ما شاء الله تبارك الله الدنيا هادية وزي الفل. كمان المطبخ شطّبته بعد الغدا زي ما أنتم شايفين الدنيا معايا سهلة وبسيطة جدًا. طبعًا ده كان فيديو النهارده، إن شاء الله بإذن الله استنوني في يوم جديد، أشوفكم على خير، مع السلامة.